السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ لاباس؟ غايه معكم مقيم. الوصفه تاع نهار اليوم هي حلوه الصابلي. على بالي ما كاش اللي ما سياش هذا الوصفه، وزدت انا نشاركها معكم اليوم. نتمنى تنال اعجابكم، ويلا نتفضلوا مع المقادير. بسم الله. قبل ما نبدو نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه لهذا الصابلي عندي 250 غرام تاع زبده، تكون بحراره المطبخ، ما تكونش ذايبه بزاف. نديرو 250 غرام زبده. هاي 250 غرام زبده. نزيدو عليها رشه تاع ملح، وملعقه صغيره تاع لافاني، وبيضه كامله. نخلطوا هذوك المكونات. دروك عندي كاس مملوء تاع سكر ناعم، سكر غلاس. نغربلوه. بسم الله. نزيدو دروك كاس تاع مايزينا نشا الذره كما راكم تشاهدوا. ثاني هو نغربلوه باش ما يقعدوش معنا هذوك الحبيبات. نخلطوا كاع هذوك المكونات. قلنا 250 غرام تاع زبده بحراره المطبخ، قرصه ملح، ملعقه صغيره تاع لافاني، كاس معمر تاع سكر ناعم، وكاس كذلك معمر تاع مايزينا، وبيضه كامله. نجمعوا كاع هذوك المكونات. من بعد اللي جمعنا كاع هذوك المكونات نديروا الكاس الاول تاع الفرينه. انا عندي الفرينه راهي مغربله. نزيدو عليها ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، ما كتروش. نديرو صوف ملعقه صغيره، وزن 5 غرام. نزيدو هنا الكاس الثاني، نديرو نصف تاعه ونشوفو. كما راكم تشاهدوا خليت النص. نزيدو نكملو النص تاع الكاس، نفرغوه كامل. هنا نبقاو نزيدو اخواتي في الفرينه حتى تجمع معنا العجينه. ها هي العجينه تاعنا. من بعد ما لميناها بالفرينه دروك شنديرو؟ نخلوها ترتاح مده نصف ساعه في الثلاجه، ونعود فيما بعد. العجينه من بعد اللي خليناها ارتاحت، نجيبوا الطابع. انا نستعمل هذا، وانتم اي طابع تختاروا ديروا. انا نفضل هذا الكبير للصابلي. لا عندكم تاع قلب ولا اي طابع عندكم تفضلوا ديروا به. نقسموا العجينه على زوج، نرجعوا الثانيه ندوها ثاني في الثلاجه لو طون نكملوا هذا النصف ونجبدوها. نجيبوا ورق الطهي ونحلو به هذيك العجينه، ولا كيس بلاستيكي ولا اللي عندكم. نبقوا نحلو في العجينه. من بعد اللي حلينا العجينه نجيبوا قطاعه. دروك نجيبوا هذه. هاي العجينه اخواتي من بعد ما شكلناها ورانا مسخنين لو فور من قبل. ندخلوها دروك لو فور لو طون لي تعطينا هذاك لا كولور دوغي من تحت، ونخرجوها ونعود فيما بعد. هاو اخواتي لو صابلي تاعنا من بعد ما طاب راه محافظ على الشكل تاعه كما راكم تشاهدوا. خليناه بهذا اللون. دروك نجيبوا السكر الناعم ونرشوه عليه من الفوق. جهه اخرى نجيبوا هنا المعجون تاع المشماش، نلصقوا به الحبه تاع الصابلي. نجيبوا الحبه تاع الصابلي بهذا الشكل. هذه الطريقه بالنسبه للمبتدئات. كما راكم تشاهدوا.
نزيد معاكم حبه واحده اخرى. انا نكمل باقي الحبات ونتلاقاو فيما بعد. من بعد اخواتي ما لصقنا الصابلي تاعنا، نجيبو هذاك المعجون اللي بقى لنا ونجيبو هنا عندي منكه او ميم طون ملون تاع الفراوله، نديرو على هذاك المعجون اللي بقى كما راكم تشاهدوا حبيباتي. نخلطوه غايه، نقول نعمرو في هذو الفراغات. ها هي حبيباتي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساونيش بجام ابونو فلاشين باش يوصلكم كل جديد، ومع فيديو اخر ان شاء الله.